سمبوسك المحلات في البيت بأبسط طريقة ومكونات سهلة. هتعملي كمية كبيرة طعمها أحلى وأطعم من بره بكتير. كوبايتين من الدقيق متعدد الاستعمال، نص معلقة ملح صغير، رشة من السكر، وهقلبهم مع بعض. معلقتين زيت كبار. هقلب المكونات كلها كده مع بعض بالشكل ده. هجيب كوباية مية دافية وابدأ انزل شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا، وكل دي على حسب نوعه ما ياخد من مية بالشكل ده. لمت معايا العجينة بالشكل ده، اخدت مني كوباية مية الا ربع، وكل دي على حسب نوعه زي ما قلنا. عجينة السمبوسك بتكون عجينة قاسية شوية متماسكة، ناعمة وطرية بس مش بتلزق في الايد، فانا هعجن فيها لحد ما اوصل بيها للقوام اللي انا عاوزاه. بقت معايا العجينة بالشكل ده، ناعمة وطرية بس مش بتلزق في الايد. هجيب بولة واحطها فيها واغطيها بكيس بلاستيك واسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. ارتاحت معايا العجينة بالشكل ده. اعرف منين ان العجينة ارتاحت؟ لما اضغط عليها كده بصباعي وما تردش تاني، يبقى العجينة ارتاحت. همسكها كده وابدأ اقطعها كرات صغيرة، اقطعها كلها بالشكل ده، واجيب صينية مرشوشة بالدقيق واحطها فيها. بعد ما قطعت كوبايتين الدقيق 10 كرات صغيرين بالشكل ده، غطيتهم بالفوطة والكيس البلاستيك وسبتهم يستريحوا. هبدأ افردهم واشتغل. هرش رشة من الدقيق، هجيب كورة افردها بالشكل ده، رشة من الدقيق. اركنها على جنب. هفرد طول هفرد 3 كرات احطهم على بعض بالشكل ده. هجيب الاول الزيت وادهن بيه الكرة الاولانية بالشكل ده. ادهنها كويس بالزيت، لان الزيت والدقيق اللي انا هرشه عليها هو اللي هيخليها تتفرد معايا بكل سهوله وتتفك من بعضها بعد التسويه. ارش دقيق كده كويس على الحروف في النص. احط الكوره التانية، احاول اخليهم نفس المقاس بالشكل ده. هكمل بقيه الكرات نفس الطريقه. هرش رشه دقيق كده وافردهم، ارش رشه تانية، اسويهم ببعض بالشكل ده. افردهم بحيث ان هم يعملوا لي فطيره رفيعه بالشكل ده. فردت معايا بالشكل ده فطيره مربعه رفيعه. هاخدها على التسويه. هجيب صينيه ألمونيا كده على النار، وتكون النار هاديه معايا. تسخن الصينيه وابدا احط الفطيره. سخنت معايا الصينيه، هفرد فيها الفطيره بالشكل ده وابدا اشمعها من الناحيتين. شمعت معايا كده الفطيره فقلبتها، شمعها على الجنب التاني واقعد اقلبها لحد ما تستوي. شمعت كده العجينه من الناحيتين وبدات الفطيره تنفخ معايا بالشكل ده. ده دليل على نجاح العجينه. طلعتها بالشكل ده على فوطه مطبخ نضيفه واسيبها لحد ما تبرد وبعدين اقطعها. خلصت كل الكميه على الصينيه بالشكل ده. مفيش مشكله لو في اول فطيره اخدت منك لون كده. هقطع الجناب. الحروف دي ما بنرميهاش، الحروف دي بناخدها ننشفها، بندهنها سمنه وننشفها ونعمل بيها ام علي، او ندهنها زيت ونرش لها توابل ونعملها مقرمشات. هقطعها معايا 3 شرايح طويله بالشكل ده، افصلهم عن بعض هيتفصلوا معايا بكل سهوله.
بالشكل ده تكوني عملتي احلى سمبوسك في البيت. ده شكل السمبوسك بتاعنا بعد ما خلصنا، بقى معايا بالشكل الجميل ده. الكمية دي كلها من كوبايتين دقيق، اما الاتنين دول كلهم 4 كوبايات من الدقيق. انا كنت عاملة كمية قبل كده، عايزة اقول لكم ان هي تحفة وموفرة جدا. السمبوسك بتاعنا عملنا حشوتين مختلفتين، واحدة خضار بسلة وجزر وفلفل الوان وبصل، وواحدة ميكس جبن. وعملت الصمغ اللي هقفل بيه السمبوسك، عبارة عن معلقتين من المية معلقتين من الدقيق، وبقوا معايا بالشكل ده. هجيب واحدة من السمبوسك افردها بالشكل ده، وهحط الحشوة هنا على الحرف كده، وابدأ اقفل بالشكل ده كده كده. واقفل كده، اجيب الصمغ بتاعي. خلصنا السمبوسك القمر بتاعنا لف بالشكل ده. هنبدأ نقليه في زيت غزير ويكون سخن بس ما يكونش مغلي علشان ما يحرقش السمبوسك. نقلي السمبوسك بتاعتنا بالشكل ده. مرت معايا السمبوسك بالشكل ده، هبدأ اخرجها على مصفى عشان تتصفى. ده شكل السمبوسك بتاعنا بعد ما قليناه. عايزه اقول لكم انه هش وطري ومقرمش من بره،